لو سألتك درجة حرارتك كام غالبا هتقولي 37. لكن لو سألتك درجة حرارة نجاحك كام غالبا مش هتجاوب. الحقيقة كل واحد فينا عنده ترموستات داخلي، بس مش للحرارة، للنجاح. الترموستات ده هو اللي بيحدد جرأتك وسعيك وثقتك بنفسك، وكمان حتى مستوى الفلوس والنجاح اللي ممكن توصل له. لكن لو الترموستات ده عندك منخفض هتلاقي نفسك بتأجل وبتخاف وبترجع كل مرة لنفس النقطة حتى لو الفرص كلها قدامك، لأن ساعات النجاح بيكون قريب منك جدا ولكنه بعيد عن درجة حرارة نجاحك. فتلاقي نفسك بترجع لمنطقة الراحة، ترفض المخاطرة، تخاف تبدأ، أو حتى تهرب قبل ما تقرب تنجح بخطوتين. وده مش لأنك فاشل، ده لأن عقلك متعود على درجة حرارة معينة، وده اللي ممكن يعطلك في شغلك، مشروع، دراسة، أو حتى في حياتك كلها. والخبر الوحش إن في ناس كتير بتعيش حياتها كلها بترموستات منخفض، اما الخبر الحلو انك تقدر ترفعه وتظبطه من اول وجديد وتبقى شخص مختلف تماما. واول خطوه واللي هتفرق معاك اكتر مما تتخيل هي نظرتك لنفسك. كلنا في وقت من حياتنا كان في شخص قلل مننا، وسواء كان الشخص ده مدرس، صاحب، او حتى قريب، موقف صغير بس مأثر فينا. كلنا تعرضنا للحظه فيها حسينا ان احنا اقل واننا مش كفايه، ومع الوقت الاحساس ده بدأ يكبر جوانا، وساعتها بنقبل بحياه اقل، فرص اقل، وسعي اقل. وهنا المشكله انك عايش بعقليه نسختك القديمه. علشان كده لازم كل فتره تسال نفسك شايف نفسي ازاي فعلا، بعيد عن الماضي، بعيد عن الناس، وبعيد عن اي فشل قديم. تاني خطوه واللي ممكن تغير حياتك فعلا هي البيئه اللي حواليك، لانك مهما حاولت البيئه هتعيد برمجتك. وكل ما تقعد مع ناس طموحه اكتر او ناجحه اكتر ترموستاتك بتعلى لوحدها، وفجاه احلامك بتبدا تكبر، نظرتك للحياه بتتغير، وبتكتشف انك عايش في حياة مضغوط فيها بنسخة اقل منك بكتير. في ناس القعدة معاهم لوحدها ممكن ترفعك. وتالت خطوة انك تنظف الماضي، لان لسه في ذكريات بتخليك بارد وبتحدد صورتك عن نفسك بطريقة مش صح. عرضت لموقف فشل قديم، فشلت في حاجة، رفضت، او حصل لك حاجة من الاحراج. عشان كده عايزك تركز كويس وتسمع ده. انت مش النسخة القديمة اللي حصل لها كل ده، ومن النهاردة لازم تبطل تعيش بعقلية الشخص اللي اتكسر زمان، علشان ترموستاتك عمرها ما هتعلى طول ما انت عايش في الماضي. تالت خطوة واللي ممكن تنقلك لمستوى تاني تماما هو التعلم والعلم. كل مهارة جديدة بترفع درجة حرارة ثقتك بنفسك، كل كتاب، كل كورس، كل خبرة بتوسع العالم حواليك. كل ما بقيت متميز أكتر عقلك هيشوفك كشخص أقوى. والنصيحة دي لو انت مش قادر توصل لناس ناجحة وتكون دايرة علاقات معاهم، عندك حل قوي جدا: تقرا سير الناجحين وتتابعهم وتخليك قريب من طريقة تفكيرهم. علشان يا صديقي العقل بيتكون حسب اللي اتعرض له كل يوم، وبيتشكل بحسب الحاجات اللي بتتعرض عليه كل يوم. وصدقني مع الوقت هتلاقي نفسك بقيت شخص تفكيره أعلى وطموحه أعلى ونظرته لنفسه بقت مختلفة. لأن في الحقيقة النجاح مش فلوس أو شهرة أو حاجة، ولكن هي الشخص اللي بتوصل له أثناء الرحلة. كل ما رفعت درجة حرارة نجاحك كل ما حياتك هتبدأ تتغير. أنا عايزك تسأل نفسك سؤال: يا ترى ترموستاتك النهاردة على كام؟ وابدأ من النهاردة ارفعها درجة درجة، لأن النسخة الحقيقية منك تستحق أكتر بكتير.